السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أبطال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتنا أبطال وبطولات. النهاردة يعني هو تعليق سريع على ماتش امبارح للأهلي وسان جورج الأثيوبي. طبعا الأهلي بهدف أبو تريكة خرج سان جورج. واحد يقول لي أبو تريكة كان بيعمل إيه في الماتش؟ أبو تريكة ما هو موجود في مكانه هناك في قطر. أقول لك أبو تريكة هدف اللي جابه قفشة هدف تريكي، والاحتفاليه الطياره هدف بتاعت ابو تريكه. ال 12 يا اهلي، ما اقدرش اقول اكتر من كده. طبعا اصدقائي الزملكاويه ممكن يقول انت متحيز ليه؟ انت بالاهلي. لا، حلقه الزمالك هعملها بكره بعد المباراه، بس انا عشان النور عندي بيقطع وبرجع من الشغل متاخر فسامحوني. احنا بنعمل بس تجريبي لغايه لما نثبت مواعيد الحلقات في القناه. احنا بس بنعمل بث مباشر، بنختبر مواعيدنا ونظبط امورنا لغايه لما يجي البث الاساسي. وفي حلقه مهمه يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، دي مفاجاه هقول لكم عليها بعدين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا، وان شاء الله حلقاتنا تعجبكم. وفي حلقه قويه جدا يوم الاثنين، حصاد الابطال مع صحفي وناقد رياضي كبير. ان شاء الله هيكون ضيف ثابت معانا كل يوم اثنين، وباذن الله هيعجبكم. حلقه جديده هنقولها بهدف تريكة الاهلي يصعد. الاهلي يدمر السد الاثيوبي باربع قذائف صاروخيه من قفشه وكهروب. ويا رب دايما كده الاهلي في تقدم هو والفرق المصريه في البطولات الافريقيه، ويتقابل الاهلي وبيراميدز في نهائي الابطال، والزمالك وفيوتشر في نهائي الكونفدراليه. عشان بس ما حدش يقول ان انا متحيز ولا حاجه. طبعا الكاس ده دعايه للراعي بتاعنا. ان شاء الله يعني هقول لكم يعني موضوع الرعايه بتاعتنا مش اهلي ولا زمالك، طبعا ده رعايه على قدنا كده، على قد القناه. في جوائز وكاسات وميداليات وحاجات كويسه كتير لضيوفنا ومشتركينا. ان شاء الله هيكونوا حضراتكم معانا. مش عايز اقول لكم طبعا ده بس تجريبي، بس كل اللي اقدر اقوله ان انا بكون سعيد جدا ان انا بكون هوا معاكم وبطلع اعمل حلقاتي. وان شاء الله في بث مباشر يوم الجمعه ان شاء الله هنتكلم فيه عن الاحداث اللي حصلت الاسبوع والماتشات المهمه، الاهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر. ان شاء الله لقاءات قويه. بكره الزمالك وبعده فيوتشر. ان شاء الله الزمالك يصعد. انا متوقع الزمالك يجيب 4 اهداف، وقلتها لاصدقائي على الفيسبوك. وان شاء الله فيوتشر يكسب، معرفش يكسب كام، بس انا متوقع برضو ان فيوتشر يكسب 2 أو 3 ويمكن اكتر. الفيوتشر السكواد بتاعه اقوى من الفريق اللي بيلعبه، وان شاء الله خير. نرجع ماتش الاهلي اكمل لكم كلامي. الهدف الاول قفشه هدف قوي جدا تريكي، ان كان تسديده ولا احتفاليه. طبعا كهربا تسبب في ضربه الجزاء واحرزها. طبعا كان المفروض اللي يشوطها حد تاني غيره، بس هو الناس كلها كانت بتدعم كهربا. كهربا يدعم زمايله، فزمايله يعني بعكس اتجاه اللعب هم كمان ادوا له الكوره قالوا شوت يا كهروب، رجع ثقتك بنفسك. طبعا هدف ثالث غريب. طبعا احنا لما هنتكلم عن تحركات قفشه في المباراه هنقول ان قفشه عمل حاجه غريبه، ان طلع من مركز 8 دخل في وسط ال 18، كمل زي ما كان حمدي بيكمل هو وديانج، كمل دخل في الكرة جوه الستة وقابلها وحطها جون زي ما كان حمدي بيكمل كده في ماتشاته. يعني في تطور جديد لقفشه في تحركاته في الملعب، وده ان شاء الله بان وان شاء الله هيبان اكتر. طبعا احنا بعد كده هنحل على السبوره مع بعض ان شاء الله، وهنبين اللي احنا بنقوله ده على سبورتنا ان شاء الله. طبعا كل الدعم من حضراتكم لينا عشان ان شاء الله حلقاتنا في القناه تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده دعم منكم ليا ان شاء الله، عشان اعمل حاجه تليق بيكم. طبعا الهدف الرابع كهربا. طبعا محمد هاني عمل اوفر عالمي، يعني حاجه تفكرنا بكافو كده والناس التقيله قوي اللي في الوينج اليمين والباك اليمين. طبعا قابلها كهربا بالهيد ما شاء الله عليه، يعني نقول يعني فلافيو جديد، يعني حط هيد جميل. طبعا الجون ما شافهاش، والجون اصلا كان جاي يعني مش عايز اقول الجون كان مش متواضع. هو الفريق بتاعهم قوي، بس الاهلي سكواده وتركيزه وترتيبه ونتيجه الماتش الاولاني 3 متقله المهمه جدا على ابطال اثيوبيا. فطبعا جون و2 و3 فخلاص الموضوع خلص. انت عايز تجيب 6 7 اهداف في الاهلي في ارضه